اهلا وسهلا فيكم يا احرار ويا حراء. اليوم معنا قصة بطل خارق، مو بطل افلام مارفل، لا لا لا، بطل السجون، بطل التعذيب، بطل الكذب والتشبيح. اليوم راح نحكي عن ابو محمد تيسير، ملقب كمان بطل فرع الموت، لانه وين ما اجا بتحس ريحة الموت قبله بكم متر. تيسير عثمان ابو محمد شبيح، معلم كبير من مدرسة الظلم، خريج كلية كيف تقتل بدون ما يرفل لك جفن بدرجة امتياز مع رتبة اجرام، مسؤول سابق عن دراسات امنية. يعني باختصار كانت مهمته يحول حياة الناس لمدرسة تدرس من الالم والمعاناة والجحيم. مسؤول دراسات امنية بفرع 215، فرع مخابرات العسكرية، يلي بيعمل اختبار عملي لكل تعريف عن جريمة ضد الإنسانية. وتخيل بعد كل هالجرائم كان مفكر حاله سوبرمان، بس سبحان الله وقع بين ايدين مين؟ وقع بين ايدين شباب كان معتقلهم وهن وصغار. بيحكوا انه ابو محمد وقت اعتقل طلب حقوق انسان، يلا تفعلوا وقاحة، باقي بس تقول لهم لا تعلوا صوتكم علي، انا عندي مشاعر. ما شاء الله الشباب ما قصروا فيه، وجهه صار مثل خريطة سوريا، الجنب اليمين صافي ومكمل، والجنب اليسار حروب فيه وقصف ودمار. قسمنا وجوههم مثل ما قسموا بلدنا. اوكي خلينا ندور ونشوف فيديوهات ومقابلات يعملوها معه. فعنا اكثر فيديو متداول جميل حسن، جيب ما شاء الله ملايين. ظلموك شيء هالشباب؟ في شيء بتحب تحكيه؟ بتحب انا بجيب له المدنيه كلها اللي برا، شو رايك؟ بتحب نسلمك برا بالشيخ سعد؟ ولا تحب نسلمك وين؟ عن جامع الزاويه؟ ولا وين؟ بالمصطفى ولا بالفاروق؟ وين بتحب نسلمك؟ في ناس اكيد تابعين ما هي من سوريا، هاي اماكن عملتها كلها اماكن مسوي فيها مجازر، يعني جايب 100 شخص 100 انسان ودافنهم ومسوي مقبره جماعيه وحارقهم بعدين. هي مشان يتخلصوا من الجثث باسرع طريقه، يا اما بكون كابسهم بمكبس البشري اللي كثير تداول صوره وشفتوه انتم غالبا. فخلينا نكفي. يعني انت بتحب تتسلم للقضاء ولا تتسلم للمدنيه؟ للقضاء. ليه؟ شو حيساووا فيك المدنيه اذا سلمناك اياهم؟ يفرموني ويموتوني. يفرموك ليه؟ ليه؟ باخذ من اعتقل لو قتل. ما والله ما بعرف ليش، يعني على طلتك بهي منظرك خلابي عندي فرموه ايش وليش؟ بربك هذا السؤال بينسأله مجرم. يعني الشباب عبين ما وصلوه للفرع الامن العام، الشباب يا دوب خلصوه من بين ايديهم تخليص لبين ما دخلنا ووصلنا. لو فلتناك على خالص يعني بالزور حتى سحبناهم. اذا بتلاحظوا انه وجهه اليمين كلته منفخ، يعني احنا الشعب كلته ايده يمينيه، ما في عندنا حدا يسار يظبط له الوجه. نعم طبعا. وفي من شباب الامن العام اللي خرجوا من الاعتقال مؤخرا كان في سبب في اعتقالهم هذا الرجل. في الشهود اخونا هون، تفضل. تذكر حاجز الرازي. حاجز الرازي بيعرفه بالبناء. طبعا هدول الشباب ما هن شباب عاديين، هدول مثقفين، كان يدرس بكالوريا واجى اخذهم بيت اهله، فبحثوا عن قصتهم، جد قصتهم حزينه وراح تستفادوا منها لان فيها عبره كمان. هاي جوا اجى ابي قال حط المصاري بايدك، قال لك طلعوا طالب بكالوريا. شو قلت له؟ قلت له مو عندي. وقت اخذتوني 60 يوم اكل قتاتل. كل يومين والثالث طلع واحد من الشباب بالبطانيه، اللي اعطينا بطانيه، اللي يقول عندي خنزير 100. طبعا انت بتقول يا احمد سجن صيدنه وافرع فلسطين هي ما حدا بفوت عليها بيطلع عايش. هدول اطفال مراهقين، يعني ممكن يفوتوا ياكلوا قتل ويندعسوا، وممكن اذا اهلهم عطوا مصاري مثل ما عم يحكي الشاب هذا يطالعون، يعني ما عندكم مشكله. يعني مثلا اذا ابنك كان بافرع هي وما عليه شيء اعطي مصاري بيطلع طبيعي، يعني متعودين على الرشوات. اللي اعطيك البطانيه نعطيهم البطانيه، يعطونا بطانيه نطلع الشهيد من عنا. وقت طلعنا ابي مرق لعندك، قال لك طالب بكالوريا، قلت لك انه ما عليه شيء وطلعت. هاي هلا العداله الالهيه عم تتحقق. الحمد لله. سوري على المقاطعه. تيجي تداهم بيتنا، شو كنت تقول لاهلي؟ قلت لهم بيعرفوا ماله بالبيت وجاي انزع مساكم. تتذكر ولا ما بتتذكر؟ الحمد لله الله مكننا منك. قل له الله يسعد لي هالمسا. العالم ما قصرت. لك الله يسعد هالمساء، لكن ما تبلى هالطلة، لك يقفشني يقبرني. طبعا بس حبيت اعطيكم هاي اللقطة، الناس بلشت تنط وتصفق وتصفر لانه هدف بسوي فيه مجازر.
يا رجل احتفالات البشر والناس اللي هنيك احتفالات اكثر، يعني البهجه وفرحه اكثر من سقوط زعيم الطنابر ابو كلثوم، تخيلوا. تكبير! هذه أفعالنا أوفت بذا العهد القديم إنا ندل عداة يا عمري ما احلى كنت مذلول يا عمري. نسقيهم كأس المنون. هذه أفعالنا أوفت بذا العهد القديم إنا ندل عداة نسقيهم كأس المنون. يا سرايا الموت. يا زلمه ايش عم تدفشوه هيك؟ انطحوه ارفسوه طالوا رجلكم من بطنه كمان. ايش عم تلمسوا لمس يا رجل؟ حتى الله يجعلها دفشه. انا كمواطن سوري بتمنى انه الحق الشعب ما يروح هباء منثورا، وما تبركوا تحكموه سنتين بعدين طالوا تقولوا يلا عفينا عنه مدري ايش. العفو عند المقدره، ونحن ما عندنا المقدره نعفي عنه، فعليا ما عندنا مقدره. هذا مجرم لازم يتم دق عنق على اقل تقدير. طار فكر شوف يعني ما شاء الله طلع حول. لف 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 لف. تعرف الوجوه هي شيء؟ ارفع راسك فوق انت سوري حر. ما بتعرف الله واحد بيناتهم؟ ابدا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بكل الشكر. والله شي بحير يا اخي معتقل كل هدول. والله اللي حطنا بهيك موقف، ايش موقف؟ طلع المشكلة وجهه ما فيه يا ربي يسش، جد كبر مزح. شوفوا وجهه، جد وجهه ما فيه ونس. هو وقفص صرماي نفس الشيء. الله ينزع صباحك على هيك وجه يا رجل. كبرت مست عليك لحتى وصلت انا ربكم الاعلى. لو وين وصلت؟ لكن في رب يعبد. لكن كنت مو لك. نحن عرفانين على يقين الله عجل رح يوقعنا فيك رح يوقعنا فيك. كنت لاخواني ورفاق الدرب. نحن ما نستكبر، هذا فضل من الله علينا. شوفوا شبابنا وقت بتحكي ما بتقول لك مسكناه ونحن ابطال ويلا اركعوا لك من ربك مدري. قال لك شوفوا شلون الكلام الراقي. يعني كل كلمه عم تطلع من تلمه، ولا هاي الرجال الكبير بالعمر المسن عم تطلع هيك بتحس الكلمه لابسه طقم جرافيتا ورقصميه هيك عم تظبط في جرافيتا، يا ما عم تظبط في الكابيشونه هي. يا اخي تعلموا اصول الحكي من شبابنا. تعلموا يا خنازير، تعلموا يا طنابير. تعلم انت وزعيم الطنابر شلون واحد بيحكي مع المجرم. هاي الحكي الطيب، هاي الاخبار منيحه. هذا فضل من الله علينا. اي والله. دعوة المستقيم بس 200 ام و200 اخ 200 اب 200 اخت 200 ام كلهم وراك راحوا ما رجعوا. والله يا اخواني رسالتي مو لهم والله. هلا بيطلعوا لك جماعه التيك توك، بيطلعوا لك فيديوهات اوه علامات الساعه اوه ما بتعرف شو بصير معهم هلا. يلا خذوا مقطع اسموه حطوه على التيك توك، يلا خذوا. رسالتي نحن ما نستعلي لا نستكبر. هذا فضل من رب العالمين علينا. اي والله. اي والله. رب العالمين اقسم بدعوة المظلوم، قال لانصرنك ولو بعد حين، وهذا الحين الان. ما شاء الله. لكن السؤال نسال انفسنا فيه، هل رب العالمين حيستعملنا فيه ولا لا؟ منو حط غير اخر الكفه الاخير. وهنا تنتهي رحلتنا هذا اليوم. بتمنى انكم فيديو ما عجبكم نال اعجابكم، واكتبوا لي تحت رايكم يا اصدقاء. بتمنى اشوف ارائكم تحت بالكومنتات، واكتبوا لي فيديو جاي ايش بدكم اني احكي. وكان معكم اخوكم حماد نصيف، وبشوفكم فيديو جاي. سلام. ليه ما حبيت انهي لكم الفيديو بسكون غير مريح؟ خلاص مليت. ايش سكوت غير مريح؟ طفي لها الكاميرا شوف.